تعالوا بقى نشوف النهاردة أفكار وحيل كتير في البيت بحاجات سهلة وبسيطة. تعالوا معانا نبتدي بأول فكرة. أول فكرة معانا هنجيب غطا إزازة الزيت ونسخنها بسيط كده بالولاعة، وأي عصاية شيش طاووق هنبتدي نزقها كده. هيطلع معانا إن الزيت ينقط ونظبط السعرات بتاعتنا وهيوفر معانا كمان. تاني فكرة معانا، لو عندك الأنسيال بيضايقك بالمنظر ده، البسي أستك بتاع الفلوس عادي، وحطي فيه جزء ولفي الجزء التاني هيتلف بكل سهولة، وبعدين اقطعي الأستك ده هتلبسيه بكل سهولة معاكي. الفكرة دي بقى حلوة جدا. المفتاح اللي دايما منعرفش ندخله ده، الشاليموهات الرفيعة، هنبتدي ندخل الشاليمو كده وندخل فيها المفتاح هيدخل بكل سهولة معانا. لو عندك بالونة بقى ما ترموهمش البلالين هتلمي فيها كده التوم بتاعك وتفركيها بايدك، هيطلع معاكي التوم مقشر بكل سهولة، هتستخدميه على طول. عندك بقى البيبي وايبس او الوايبس اللي بنستخدمها، ما ترميش الجزء ده، هنلزقه بشمع كده على مفاتيح الشاور والحمام، هيبقى ضد المية وكمان امان للاطفال. احسن طريقه بقى تقطعي بيها الخضره وهي المبشره، كنز يا جماعه بجد، بتقطعها سهله جدا بدل ما كنا بنقعد نتشل بيها على طول. هاتي بقى مشابك الخشب بتاعتك وانقعيهم في داوني لمده ساعتين، او فريده بتاع الارضيات، وبعد الساعتين ده حطيهم في المروحه، هتبقى الريحه ثابته فيهم جدا وهتطلع ريحه في البيت كله. الموضوع بقى اللي كان دايما بيتعبنا وهي مجاري شبابيك الالموتيل، هاتي معلقه واربطيها بفوطه، رشيها باي كلينزر عندك، وهنبتدي ان احنا نمسح المجاري بتاعه الالموتيل، هتتمسح معانا بكل سهوله. الفكره بقى دي انا حبيتها جدا. ساعات في الرحلات بننسى المكوه بتاعتنا، بنسخن اي بان عندنا وهتشتغل معانا كمكوه وهتكوي حلوه قوي قوي يا جماعه، بجد مش هتتوقعوا النتيجه. بجد الفكره عجبتني قوي، خصوصا ان المكوه بتاخد زحمه في الشنطه عندنا. الفكرة دي بقى يا جماعة مهمة تبعتيها لكل أم. إيه، عندك أي رول المناديل، جربي فيه اللعب اللي هتديها للطفل قبل ما تديها له، لو عدت كده بتسبب خطر الاختناق، ما عدتش دي أمان يلعب بيها. دي بقى لو ما عندكيش مبخرة، ابتدي حطي المصفى بتاعتك فيها اي فويل كده واعمليها كمبخرة، ممكن تسنديها على اي حل عندك او اي صينية عندك، هتبقى معاكي مبخرة في البيت سهلة وسريعة بجد، وفكرة بجد عبقرية قوي، هتحبيها قوي لما تجربيها. الكبشة بقى، ولا مش عارفة، الاسباتيلا دي اللي بنستخدمها في المكرونات، دي سهلة جدا للناس اللي بتخاف على ضوافرها، هنبتدي ندخل بيها الملايات ونحشرها، الضوافر ما عادتش هتتكسر بعد كده. بجد عجبتني جدا وبقيت استخدمها على طول، لان انا ضوافري بتتكسر من الموضوع ده كتير قوي. الريموتات بقى، بدل ما نجيب كفر الريموت وبشيء يعني، ودلوقتي كفرات غالية، لا الطريقة سهلة جدا، هنلفه بكلينج فيلم وسشوار او حتى ولاعة بسيطة كده، هنمشيه عليه عشان الكلينج فيلم يثبت، واوعدكم هيبقى فول بروتكشن للريموت من اي سوائل تقع عليه. الجزر بقى عندك لو طري بالمنظر ده اوعي ترميه، انقعيه في الميه لمده 3 ساعات، هيقطم معاكي ويرجع جديد تاني بكل سهوله. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب او